السلام عليكم. استبعد أنطوان كومبرييه مدرب نانت الفرنسي جوان حجة من قائمة الفريق المشاركة أمام ريمس، وذلك بعدما رفض اللاعب الدولي الجزائري الإفطار في رمضان يوم المباراة. وخسر نانت من ريمس بثلاثية دون مقابل على أرضه ووسط جماهيره في اللقاء الذي أقيم ضمن الأسبوع 29 من الدوري الفرنسي. وبحسب تقرير نشرته إذاعة مونتي كارلو، فإن سبب عدم تواجد جوان حجام في قائمة الفريق أمام ريمس جاء بسبب رفضه الإفطار في يوم المباراة. وكان المدرب قد أوضح موقفه من صيام اللاعبين المسلمين في رمضان خلال المؤتمر الصحفي قائلا: التقيت باللاعبين المسلمين وتحدثنا، نحن نعمل حتى تسير الأمور على ما يرام، وهذا هو الحال غالبا. هناك رغبة في أن يكون اللاعبون في قمة مستوياتهم لتحقيق الفوز. وكان نادي نانت قد تعاقد مع حجام في فترة الانتقالات الشتوية قادما من باريس اف سي، علما بأنه سابق ولعب بالفعل صائما خلال رمضان، وذلك في المباراة الأخيرة لمنتخب الجزائر ضد النيجر.